السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم حورس دي جي. النهاردة يا جماعة هنكمل على السلسلة اللي احنا كنا ماسكينها في مجال الدي جي، أو مجال السماعات بصفة عامة، مجال الصوت وصفة خاصة مجال الدي جي. احنا كنا اتكلمنا عن المرة اللي فاتت على الفئات اللي بتشتغل في المجال، واتكلمنا على السماعات وأنواع السماعات والكلام دوت. النهاردة بإذن الله يا جماعة هنكمل على الأجهزة اللي بتشغل السماعات ديت والأقسام بتاعتها إيه، وهناخدها بالتدريج مع بعض عشان نفهم بس دي إيه ودي إيه ودي إيه في القصة بتاعتنا، وعشان يبقى الناس اللي داخلة جديد المجال تبقى فاهمة إيه هي إيه هي الأجهزة اللي بتشتغل على السماعات الكبيرة ديت، أو بتقسم لها الصوت وبتطلعها الصوت لغاية ما توصل للسماعة. هناخد تدريجي كده مع بعض هنا يا جماعة. هناخد هنا كده مع بعض. أول حاجة هنا عندنا كده، هناخد هنا يا جماعة دوت، ده بالمعنى الدارج اللي هو البتشاية. هقلبها لكم، بس هقلب لكم الكاميرا عشان تبقى العملية واضحة معاكم. ده أول حاجة يا جماعة اللي هو البيتش، ناس بتسميه بيتش، ناس بتسميه الراكة. دوت وظيفته يا جماعة، ده عبارة عن الكنترول اللي بيتحط فيه اليو اس بي أو كارت الميموري اللي أنت بيبقى محطوط عليه التراكات، تمام، عشان تبتدي تشتغل بيها. وديت بتترجم الفلاشة ديت لاتنين ديك أو مدخلين هنا، ليفت ورايت هنا، عشان تديك تعمل ميكس ما بين ال 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 التراك دوت والتراك دوت، أو الأغنية ديت والأغنية ديت، تمام. دي بتشغل الوظيفة بتاعتها اللي هي بتشغل الفلاشة، بتشغل الداتا اللي على الفلاشة. نيجي بعد كده، لو انت خدت النظام دوت، تمام، هتحتاج معاه الميكسر، زي المكاسر ديت كده. دوت الميكسر دوت الوظيفة بتاعته يا جماعة، الوظيفة بتاعته اللي هو بياخد الاتنين تراك من هنا، أو بياخد المخرجين من هنا، بيتقسموا هنا. طبعا دي فلايم هنا، بتبقى عندك بتعلي وتوطي كل، وبتعمل ميكس ما بين الأغاني وبعضيها. فديت بتحافظ على السيجنال وبتعلي السيجنال. وطبعا بيبقى فيه هاي وميد ولو، تمام. بيبقى فيه عندنا هنا هاي وميد ولو، ودوت الجيم بتاعه. احنا هنمسكه كده عشان تبقى واضح للناس كده اهو. ده كده اهو يا جماعة، تمام. بيبقى فيه الجين هنا، دوت اللي هو المفتاح بتاع التعليق الخط كله، ودوت هاي وميد ولو. دوت بيبقى مقصود بيه ال ال التقسيمات بتاعت الصوت اللي احنا قلناها، اللي انت تعلي الترددات العالية او الترددات المتوسطة والترددات المنخفضة. عايز تعلي ديت سنة، عايز تعلي دي سنة، زي ما انت عايز. ودوت الفيدر بتاعه اللي انت بتعلي نسبة الصوت بتاعه. ودوت هنا الماستر اللي هو بيديك الليفل بتاعك. وطبعا هنا دوت هنا في عندنا ديت اللوند اللي بتديك مستوى الإشارة اللي خارج، تمام. في حاجة تانية ونوع تاني في اللي هو الكنترول اللي انت شايفينه دوت يا جماعة. الكنترول دوت عبارة عن الجهاز اللي انت شايفينه دوت اهو، تمام. دوت عبارة عن جهاز كنترول بيتوصل على اللابتوب، وتقدر تلعب التراكات بتاعتك اللي انت عايزها. وده هنا برضو بيبقى فيه ميكسر داخلي، بيبقى فيه دوت زرار الجين والهاي والميد واللو. وهنا دوت هنا بيبقى التراك اليمين، تراك الشمال. هنا بيبان لك البي بي ام، هنتكلم عن البي بي ام فيما بعد يعني، اللي هي سرعة كل تراك، وفلتر. وفي هنا اللي هو الإفكتات بتبقى موجودة فيه. وطبعا هنا الليفت ورايت اللي انت تعمل ميكس ما بين الاتنين. وفي هنا ديت زرار الهيدفون اللي انت تسمع صوت التراك اللي انت هتشتغل بيه في الأغنية اللي بعديها، عشان تقدر تعمل ميكس. دوت من النوع اللي هو النيو مارك. أما التاني دوت من نوع اللي هو يو اي ستيشن، دوت اللي هو تبع الديجيتك هنا. دوت لو خدته هنا أو اشتغلت بيه، فلازم
ميكسر معاك. اما لو اشتغلت بيه يبقى لازم لابتوب معاك. تمام. بعد كده بعد ما تاخد الاشارة من ودوت بتروح حاجة اسمها كروس. قبل الكروس برضه عشان ما نخشش عليه، في ناس بتحتاج اللي هو الميكسر الكبير دوت اللي هو البوردة بالمعنى الدارج بتاعنا. البوردة ديت بتبقى وظيفتها اللي بتاخد الإشارة من الميكسر الأولاني، بتخش هنا، ولو في معاك مايكات أو أي حاجة أو معاك بند أو الكلام دوت ممكن تدخله فيه، فديت بتبقى ليها، بتعمل ميكس ليها. طبعا هنعمل فيديو كامل عن ديت بتشتغل ازاي. بعد كده الخرج بتاعت الميكسر هنا للبوردة ديت بيبقى خارج الاكس ال ار اللي انتوا شايفينه فوق دوت. طبعا هنتكلم يعني ايه اكس ال ار وايه الجاكات والكلام دوت، بس احنا بندردش في بعض دلوقتي في ايه، ازاي ده بيتوصل لده وبعد كده بيتوصل بايه. الميكسر هنا بيخرج لحاجة اسمها الكروس اوفر. الكروس اوفر عندنا فيه منه نوعين، نوع اللي هو المانوال او النوع الانالوج، ونوع اللي هو الديجيتال. تمام. الكروس اوفر ده وظيفته يا جماعه، وظيفته اللي هو بياخد الاشاره وبيبقى فيه خارجات، بيخرج لسماعات الهاي، وبقدر اتحكم في نسبه الترددات فيها، اقدر اتحكم في العلو بتاعها، اقدر اتحكم في كل حاجه فيها. الميد كذلك الامر اللو. بس طبعا دوت بيبقى في فلايم هنا، وهتلاقوا فيه الارقام. احنا كنا سبق واتكلمنا عن الارقام في المدى الترددي اللي هو من 20 ألف هرتز. فهي يا جماعة احنا بنستفيد منها هنا اهو، 140، 260، كل دوت دي تقطيعات للسماعات هنا. تمام. وبعد كده دوت بيخرج للامبليفاير اللي هو بيخرج للسماعات. الامبليفاير دوت بياخد كل دوت معالجات اشاره يا جماعه. يعني احنا من اول ما ناخد الاشاره من الميكسر للبورده، ومن البورده عندنا للكروس، بياخد الاشاره من هنا بتروح على دايره التكبير التانية وهي الامبليفاير او الباور باللغه الدارجه. والباور دوت بيبقى مسؤول على تضخيم الاشاره ديت، تكبير الاشاره ديت، وبيديها للسماعات. فبالتالي بتقدر السماعات تترجم الداتا اللي جايه لها، وبتقدر ان انت تسمع القصه دي. بالنسبه للكروس الديجيتال هنا، ده قصه تانية. الكروس الديجيتال دوت فيه حاجات، استخدامات، فيه ايكولايزر وفيه فيدباك وفيه ديلي وفيه كل حاجه من دولت بتبقى مسؤوله عن حاجه. يعني كل حاجه من دولت اللي انتوا شايفينها ديت يا جماعه بتبقى مسؤوله عن وضع معين. تمام. ده يعني يعتبر دوت هنا، ده هنا كده، ده هنا كده يا جماعة الكروس اوفر اللي هو اللي تحت دوت، ده مرحلة واحدة من مراحل موجودة في الكروس اوفر الديجيتال. وده الشكل بتاعه من هنا كده اهو، ده الشكل بتاعه اهو يا جماعة. طبعا ده هنبقى نتكلم عليه باستفاضة، احنا بنتكلم دلوقتي بالمعنى الدارج او الكلام الدارج عندنا. آه الإشارة لما بتخرج من، يبقى احنا عندنا أول حاجة ديت المكان اللي بتحط فيه الفلاشة. تمام. خدت السيستم دوت أو خدت نظام الصوت دوت، يبقى أنت بيبان لك بتتوصل مع الميكسر دوت أهو، أو الميكسر دوت على أيا كان يعني أنواع الميكسر. بعد كده ممكن تحط بورد أو ما تحطش على حسب الاستخدام بتاعك. تمام. والبورد هنا بتبقى فيها يعني عدد خطوط على حسب استخدامك. لو انت معاك فرقة، معاك كام آلة، الكلام ده كله هنتكلم عليه في وقت تاني يعني. بعد كده بتنزل على الكروس اوفر. والكروس اوفر هنا فيه نوعيتين، نوعية اللي هي الانالوج، والنوعية التانية اللي احنا بنسميها الديجيتال هو اسمه بروسيسور، فهنتكلم عليه برضه باستفاضة. بعد كده بتطلع عليه الامبليفاير وبتتوصل على السماعات بعد كده. تمام. احنا النهارده خدنا يا جماعة ازاي بيطلع الصوت لغاية المرحلة بتاعة الأمبليفاير أو الباور، من وإلى بالتدريج. طبعا في استخدامات تانية في أجهزة زي ديت بتبقى بفلاشة، نحط فيها الفلاشة هنا بدل الكمبيوتر والكلام دوت. فطبعا على حسب الاستخدام بتاعك وعلى حسب اللي انت عايزه في ايه، وانت عايز الاستخدامات بتاعتك في ايه، او عايز تشتغل على النظام دوت اسهل ليك، هتشتغل على النظام دوت اسهل ليك. فاحنا النهارده يا جماعة كان ايه، شرح مبسط كده، دردشة خفيفة كده
اللي احنا خدنا خلاص السيجنال لغاية ما نروح لمرحلة السماعات. بعد كده هنشرح بعد كده البورد اللي هنا ديت الوظيفة بتاعتها ايه، الميكسر دوت الخارجات بتاعته ايه والقصة بتاعته ايه وبنستخدمه ليه. تمام. هنشرح الكروس اوفر ازاي نقطع عليه اللي هو الانالوج. هنشرح الكروس اوفر الديجيتال ايه قصته ازاي نعمله وازاي نشتغل عليه. تمام. هنشرح المكونات بتاعة السماعة من جوه. طبعا عندنا هنا ال الميكروفون، ميكروفونات هنا، المايكات هنا بتبقى بأنواع مختلفة، منها الوايرلس ومنها السلك زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. تمام. وكل دوت بإذن الله هنتكلم عليه باستفاضة على في الحلقات الجاية إن شاء الله. فإن شاء الله بإذن الله يعني يبقوا شاركونا الرأي ونشوف اللي انتوا عايزينه ايه إن شاء الله واحنا هنتكلم عليه. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يعني السلام عليكم وما تنسوش تشتركوا في القناة.